أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في هذا اللقاء. ضيفنا مميز جدا وصديق عزيز جدا وغالي عليا كتير، أستاذ شمال علي. نطقت الاسم بالعربية لكن نفس النطق بالكردي أيضا أستاذ شمال، أليس كذلك؟ صح. شكرا جزيلا عزيزي أحمد. طبعا سعيد جدا وممتن أنه أكون معك بهذا اللقاء. تحياتي إليك، تحياتي إلى متابعيك وكل الأعزاء اللي يشوفون البث، أصدقائنا المشتركين والغير مشتركين. الحب والمحبة للجميع. أتمنى يكون عندنا حوار مميز وحوار مثمر ومفيد. وطبعا قبل ما أبدأ لازم أبدي إعجابي بشخصك كرمز لمواجهة العنف ومواجهة الاستبداد والتسلط، وكشخص يمثل التمرد على القيم والتقاليد البالية المفروضة على مجتمعاتنا. كيف ما كان توجهاتنا مختلفة، آرائنا مختلفة، مناهجنا ممكن تكون مختلفة، ولكن طبعا هذا بالنسبة لي نقطة جدا مهمة، وأني بهالمناسبة هاي ولهذا السبب هذا أعتز بوجودي معك، وشكرا لك مرة أخرى. شكرا لك، أنت مشرفنا طبعا، نورنا. و لسه كمان لما الأصدقاء يتعرفوا عليك يعني ده هيكون حاجة مدعاة لسعادتي، يعني إن كمان أصدقائي والمتابعين بتوعي يتعرفوا على شخصية جميلة زي حضرتك أستاذ شمال. أستاذ شمال، أنت ناشط سياسي مخضرم، نستطيع أن نقول هذا، ولكن أنا أحب أن يعني أتركك تقدم نفسك في البداية إلى الأصدقاء، يعني بدلا من. شكرا. نعم، اسمي السياسي هو شمال علي، أو اسمي الحقيقي كمان شمال، وناس ينادوني بهذا الاسم. مو هذا هو الاسم اللي ولدت به، ولكن تغير تقريبا من التسعينات، وهو هذا اسمي الأصلي اللي هسه موجود حتى بالسجلات. ولكن الاسم اسم سياسي، وهاي يعني حصلت على الاسم أثناء انتفاضة 1991. ناشط، أعتبر نفسي ناشط شيوعي. أعتبر نفسي أو أحاول أن أتبنى منهج ماركس في النظر للعالم، وخصوصا للمجتمع وصراعاته وأهدافنا السياسية في هذا الصراع. ولدت بالستينات، عمري يعني فوق 50. وبعدين ولدت في كردستان، وبلشت يعني تقريبا وعيت على كوني شخص سياسي. يعني تقريبا النشاط السياسي يعود إلى حوالي 40 سنة، يعني بشكل منظم. بلشت بالعمل السياسي من 40 سنة، وكنت عضو في منظمات شيوعية. كثير من الناس كانوا يسموها شيوعية متطرفة. وبعدين في 91 شاركت في الحركة المجالسية في كردستان. أسسنا مجالس شعبية ومجالس عمال وكادحين في مدن وقصبات كردستان بعد رحيل النظام أو طرد النظام العراقي، البعث العراقي من كردستان. وعلى أثره طبعا تشكل حزب اسمه الحزب الشيوعي العمال العراقي اللي بعده موجود. ده في التسعينيات ولا في الثمانينات؟ لا، في التسعينات، في 1993 تشكل الحزب، وأنا كنت من الأعضاء المؤسسين. صرت فترة من أعضاء اللجنة المركزية بقيادة الحزب والمكتب السياسي. ما زلت يعني قريب من هاي الحركة وقريب من هذه الأفكار، ولكن سياسيا غير منظم. ولكن في السويد ما زلت أمارس نشاطي السياسي وأعتبر نفسي ناشط سياسي، ولو طبعا
مو بالمعنى المحدود أو الضيق للكلمة. يعني أنا ما عندي حزب سياسي وأريد أشارك بالانتخابات وهاي، ولكن النشاط اللي أمارسه حتى لو كان نشاط اجتماعي أعتبره نشاط سياسي، وبهالمعنى هاي أنا ما زلت ناشط سياسي وشيوعي. نعم. ما الذي جذبك إلى الفكر الشيوعي وكيف تعرف الشيوعية للمشاهدين بشكل أكثر تفصيلا يعني؟ خلّيني أكون صريح وواضح بهالمسألة هاي. مم. طبعًا ما في شيء جذبني للفكر الشيوعي أساسًا، وشيوعيتي ما كان اختيار، كان يعني نوع من آآ يعني مثل ما يولد الشخص في بيئة إسلامية ويصير مسلم، مم. ولدت في بيئة شيوعية، وكنت أعتبر نفسي شيوعي وأنا عمري 10، 12 سنة. مم. أتذكر أول مرة دفعت بدلات العضوية للحزب الشيوعي العراقي، وما أعرف كيف قبلوها مني. مم. كان 100 فلس عراقي سنة 1978. مم. دفعت وكنت طفل، يعني بعدني طفل، مم. ولكن يعني ما اختاريت، يعني ما كنت مخيّر، كنت مسيّر. ولكن بعدين بعد ما قريت وبعد ما صار اطلاعي أوسع عن الشيوعية، طبعًا اختاريته بوعي وما زلت مختاره بوعي. ولكن بالبداية ما كان في شيء يجذبني، يعني إنه مثلًا إنه أني غريب عن الوضع ومثلًا شخص ييجي يقول لي إنه الشيوعية كذا وكيت، وتعال انضم للحركة الشيوعية وهاي. لا، الأفكار هاي يعني نشأت معه، لأنه والدي كان شيوعي وكنت في بيئة شيوعية. وطبعًا بالمناسبة ولدت وملحد، يعني ما عندي أي شيء يربطني بالدين. وطبعًا بس أستغرب إنه الناس كيف ممكن تؤمن بالدين، على كل حال. مم. فبس الأفكار اللي موجودة بالشيوعية هي أفكار تحرُّرية. أول شيء ممكن إذا تحكي عن مع شيوعي تقليدي غير الحركة اللي أني أنتمي إلها، أول ما يحكي لك عن العدالة الاجتماعية، عن المساواة، إنه البشر لازم يكونوا متساويين. لكن أني اختياري للشيوعي، اختياري الواعي للشيوعية هو بما اعتباره منهج لتحرُّر البشر، منهج تحرُّري. ولكن تحرُّري ليس فقط من القِيَم والاضطهاد السياسي، القِيَم البالية والاضطهاد السياسي والتحرُّر من القيود الفكرية والاجتماعية. لا، التحرُّر من القيود الاقتصادية أيضًا. في مجتمع يكون جزء منه أجير عند مم. الجزء الآخر، ما ممكن يكون في شيء اسمه حرية بالمعنى الواقعي للإنسان، للجميع. فإنهاء هاي الحالة هي اللي أنا أعتبره الحجر الأساس للتحرر. واختياري للشيوعية هو كونه منهج لتحرر الإنسان والحصول على حرية، وأيضًا على المساواة اللي ما تعني بدون الحرية أي شيء. مم. مفهوم العدالة الاجتماعية في إطار الشيوعية كيف تراه؟ وما هي أهم القضايا التي يجب التركيز عليها من وجهة نظرك في هذا الموضوع؟ هو طبعًا العدالة الاجتماعية مو مصطلح متداول عند الشيوعيين. العدالة الاجتماعية مصطلح متداول اجتماعيًا أو على صعيد واسع، مم. ومرات ممكن إنه يُدّعى أو يُزعم إنه هذا هو جوهر الشيوعية، ولكن هذا الكلام غير دقيق. يعني العدالة الاجتماعية ما تعبّر عن المنهج الشيوعي في نظرته لمساواة البشر، مساواة الإنسان مع الإنسان. لماذا لا العدالة الاجتماعية ممكن إنه تعني إنه مثلًا نوع من الرفاهية، نوع من حياة مثلًا ما تنقص الأساسيات، ولكن ما تركّز على نقطة استعباد أو استلاب الإنسان. يعني استلاب إرادة الإنسان ممكن تكون في عدالة اجتماعية موجودة، بمعنى إنه مثلًا توزيع الفقر اللي صار بالصين مثلًا على سبيل المثال. توزيع الفقر، إنه كلنا فقراء وما في بيناتنا مم. آآ فرق.
الجميع فقراء، ولكن الشيوعية ما تعني هالشيء هذا، مثل الشيوعية تعني كوريا رقي الشمالية. المجتمع. نعم، العفو. مثل كوريا الشمالية مثلًا كلّهم فقراء. مثلًا هذا ممكن يكون في عدالة اجتماعية هناك، إن الجميع فقراء ما في بيناتهم أغنياء وهاي، ولكن من جهة أخرى إنه كون الإنسان مُستلب إرادته، وكون الإنسان يعني بما تعنيه الكلمة من كل معنى إنه خاضع ومستعبد، هاي ما ممكن إنه تعتبر شيوعية، فلهذا يعني مصطلح العدالة الاجتماعية ما تعبّر، ولو إحنا يعني طبعًا ما في شيء يعني يخلّيني إنه أكون ضد العدالة الاجتماعية، وما أحب إنه يكون في عدالة اجتماعية، أو ما أناضل من أجل العدالة الاجتماعية، ولكن مفهوم العدالة الاجتماعية بحد ذاتها ما تعبّر عن المفهوم الشيوعي لمساواة الإنسان وإلغاء الطبقات، إلغاء الطبقية بالمجتمع، وإلغاء الطبقات وأسس وجود الطبقات بالمجتمع. إمم. ما هي التحديات التي تواجهها كناشط شيوعي أو كناشط سياسي شيوعي في السياق الحالي؟ في السياق الحالي التحديات كبيرة، يعني إذا أنت تشوف بالعالم طبعًا إحنا كنا بوضع قبل 30، 40 سنة وقت ما بلشت إنه أني أنتمي إلى إلى الفكر الشيوعي، أنتمي يعني بوعي إلى الفكر الشيوعي والمنهج الشيوعي، كان الوضع مختلف، كان في عندنا معسكرين بالعالم، إحداهم يعني إحدى هالمعسكرات تدعي وتزعم حتى ولو بالكذب، هو ادعاء ما له أي أساس من الصحة. طبعًا أنا كنت بوقتها يعني حتى قبل ما تنهار الاتحاد السوفيتي، واحدة من الشغلات اللي كانت تميز حركتنا إحنا بكردستان إنه ما كنا نعتبر الاتحاد السوفيتي دولة اشتراكية أو دولة تتبنى الشيوعية، وكان شيوعيتنا ونظرتنا للشيوعية مختلفة تمامًا عن النظرة اللي موجودة بموسكو والأقمار التابعة لموسكو، مثلًا مثل الحزب الشيوعي العراقي والمنظمات الأخرى، مثل الحزب الشيوعي المصري، اللبناني، السوري. تصورنا كان مختلف تمامًا عن هذا التصور، ولكن بوقتها كيف ما كان في معسكر معين يدعي الاشتراكية، ويزعم إنه في سبيلهم إلى بناء الشيوعية، حتى آخر شيء في أواخر الأيام في السبعينات كان الادعاء يعني ما يشبه هذا، إحنا بلشنا نتجاوز المرحلة الاشتراكية وراح نتحول إلى المرحلة الشيوعية، كان في هيك ادعاءات. طبعًا بوقتها كان هذا الصراع اللي موجود بالعالم كان يوفّر مساحة وفرصة لبروز حركات يعني تنشد الأحسن وتنشد الأفضل، ولكن في الوضع الحالي طبعًا هذا كله يعني تحوّل رأسًا على عقب. مثلًا إحنا نقيسه وضعنا بالعراق، وقت ما إحنا كنا شيوعيين ونناضل من أجل الشيوعية ومن أجل الاشتراكية ومن أجل إلغاء الطبقات، كان التعليم مجاني في العراق. إمم. طبعًا هسه التعليم المجاني ما يسوى فلس بالعراق. كان الطبابة مجانية، الصحة مجانية. كان في ما يشبه السوشيال سيكيورتي السوشيال اللي موجود بأوروبا. العاطلين عن العمل كان يوفروا لهم عمل ويشغلوهم بمشاغل، يعني يدر عليهم مثلًا دخل معين إنه يعتاشون منه. الأرامل كانوا يحصلون على مبالغ معينة كل شهر. وكان في طبعًا مجال يعني حتى المعاقين مثلًا اللي كانوا ذا عاهات مثلًا، كان ممكن يحصلون على سيارات، يمكن يحصلون على امتيازات، كان ممكن تحصل على أرض وتبني بيت تحصل على قرض عقاري كلش بسهولة. في إمم. هاي الأوقات إحنا كنا ندعي إنه هذا النظام نظام جائر. إمم. فما بالك بالوضع الحالي، هسه في العراق التعليم المجاني مختفي، الصحة موجودة، صحة مجانية الساعة 12 أكو مستشفيات، بعد المستشفيات أساسًا حتى إذا تروح قبل 12 فقط هو موقع لالتقاء بناس يريدوك إنه تروح للعيادة بعدين وتدفع فلوس. طبعًا الوضع الأمني دع عنك مثلًا البطالة اللي هي طبعًا فوق ال30%. تقريبًا. آآ يعني مع البطالة المقنعة وهاي المسائل، والنظام أساسًا نظام آخر، يعني على صعيد العراق، على صعيد
محلي هيك نشوفه. على صعيد العالم نشوف إنه مثلًا التنافس هسه صار على إنه منو كان ممكن إنه يدعي إنه أكثر قومية وأكثر فاشية وأكثر ميل للاستبداد. وتشوف رئيس جمهورية أمريكا ترامب مثلًا يجي ويحكي للناس بكل صلافة وكل يعني بدون أي خجل. يعني يستعمل كلمات نابية ويستعمل كلمات أساسًا غير مُحبّذ حتى لرجل الشارع، الشوارعي، مو رجل الشوارعي إنه يستخدم. لماذا؟ فهو إحنا في هالأوضاع هاي طبعًا في إمم. تحديات كبيرة، في حروب، في صراعات، وفي اللي أنا أشوفه صراحةً بالوضع الحالي، أنا أشوف إنه في موجة جديدة للفاشية، يعني في سبيلها إلى التحكم بمصير العالم كله. وممكن مصيرنا كبشرية كإنسان مهدد بهذه التحولات السياسية والاقتصادية وحتى الأزمات البيئية الموجودة، فالتحديات كبيرة. إمم. أستاذ جمال، أنت كردي، لكن لديك نظرة أو رؤية عالمية دعنا نقول. اهم. فما الذي يشكل أساس هذه الرؤية؟ هو طبعًا أول مرّة خلّيني أقول إنه أنا كردي، إنه لغتي الأم كردية. إمم. وأني ما كنت راح أقول إنه أنا كردي لو ما كانت الهوية الكردية مهددة. مُبرر لظُلم و والتحقير الممارس بحق الملايين من البشر. نعم، لدينا سؤال يعني عن طبعًا الهوية سوف يأتي بعد قليل. لدينا سؤال أها، عن رؤيتك للهوية نفسها. نعم. أوكي. ولكن العالمية إنه أنا أشوف إنه إحنا بشر عالمين، سواء أدركنا هذا أم لم ندركه. يعني مصائرنا تتحدد على المستوى العالمي. إمم. ال 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 التحديات البيئية اللي موجودة هسه بالعالم ما يميز بين منو كردي ومنو عربي ومنو مسلم ومنو غير مسلم، منو مسيحي ومنو ما عنده دين وملحد. يعني إحنا كلنا على نفس القارب في هالناحية هاي. ومثلًا التحولات السياسية اللي يصير مثلًا هسه، إحنا بأمريكا تُنتخب رئيس جمهورية في مبادئ بالديمقراطية تقول إنه إذا الديمقراطية تعني إنه تكون مشارك بإصدار قرار أو بإصدار قرارات تأثّر بحياتك. فإذا كان هذا هو معنى الديمقراطية، كان لازم كل العالم يشاركون بانتخابات أمريكا. لأنه تحديد رئيس جمهورية أمريكا بجورج بوش بدل من الجور يعني صار أساس لهذا الهزمة اللي صارت ب2003 على العراق، وحرب على أفغانستان، وحرب على العراق، وكل ما يعني جاء أتى بعد هذا من مجازر ومن يعني مآسي عشناها بالمنطقة. فهاي من الناحية السياسية. من الناحية الطبقية أنا أشوف نفسي، ولو يعني ما زلت نوعًا ما جزء من الطبقة العاملة، ممكن أكون مو جزء من الطبقة العاملة ال 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 يعني في المستويات في السيكتورات أو في قطاعات البسيطة للعمل. ولكن ما زلت أعتبر نفسي جزء من الطبقة العاملة، وبهالمعنى هاي أنا جزء من طبقة عالمية. وأساسًا الشيوعية ظهرت كحركة عالمية قبل ما تكون أحزاب ومنظمات محلية تابعة للدول. يعني ظهورها كحركة في أوروبا ظهرت كحركة عالمية. نعم. والعولمة، ما موقفك منها كناشط شيوعي؟ العولمة طبعًا، هو العولمة مو شي الواحد ياخذ منه موقف. العولمة مو سياسة، مو مؤامرة، مو تخطيط معيّن. العولمة حالة معيّنة من حالات الرأسمالية. يعني ما ممكن إنه أتخذ موقف أقول أنا ضد العولمة أو مع العولمة، أو يعني العولمة هو هاي حالتنا اللي نعيش بيها هسه. إنه الحدود باتت يعني ما تعني أي شيء في الإطار الرأسمالي. يعني الحدود موجودة بس بالنسبة إلي وإلك، الجزء من العمال والطبقة الكادحة اللي ما عندهم
إمكانيات وفلوس كثيرة، وإلا إذا كان عندك فلوس أساسًا أنت مواطن عالمي، تقدر تسافر وين ما بدك، تقدر تروح وين ما بدك، تقدر تسكن وتشتغل وتكسب فلوس وتبني مستقبل وتبني لكن وين ما بدك. البعض عنده تخوّفات من العولمة، لا تحفُّظات. بالعكس، أنا أشوف إنه هاي فرصة التمازج الثقافي بين البشر، وإنه إحنا مثلًا في هسه اللغة، يعني أنت بتعرف إنه في بداية القرن العشرين وفي أواخر القرن التاسع عشر، ما متأكد بالضبط، كان في نوع من المشروع لخلق لغة عالمية، بس اللغة الإنجليزية صارت لغة عالمية، وطبعًا هذا جزء من العولمة، وأنا ما أشوف به أي شيء سيء، العكس صحيح، إنه هذا ممكن يخلّينا الشخص البسيط حتى مثلًا في بلداننا ممكن إنه يكون آآ حتى إذا ما يجيد اللغة الإنجليزية، بس ما تكون المحادثة أو التواصل مفتور نهائيًا أو مقطوع بينه وبين العالم. العولمة تعني الإنترنت، تعني السوشيال ميديا، تعني يعني المنصات التواصل الاجتماعي، وطبعًا فيها جوانب سيئة أكيد، ما ننكر هالشي هذا، ولكن مع هذا هو إطار يعني أو وسط كثير مهم للتواصل بين البشر ونقل المعلومات والتعلم من الواحد من الآخر. ممكن إنه تُستخدم لأغراض غير نبيلة وغير جيدة وسيئة ومعادية للبشر، ولكن أيضًا ممكن استخدامها لسعادة الإنسان. ومن هالجانب هذا أنا بالعكس تمامًا مُعادي لكل تصوُّر يشوف يعني أو حتى أشوفها من الغباء، يعني صراحةً بدون طبعًا مع الاحترام الشديد للكل، أشوفها من الغباء إن الآراء غبية، مو البشر أغبياء. أشوفها من الغباء إنه نتخذ موقف من العولمة، إنه أنا ما أريد يعني كيف ما تريد عولمة يعني؟ تعال عيش أنت بعُزلة وعيش يعني بحدودك يعني، ما بس تريد موبايل ما راح توصل بدون العولمة على موبايل، ما تريد التقدم التكنولوجي اللي صاير بالعالم هسه، ما تقدر، تقدر تعيش بدون إنترنت، بدون التواصل، أصلًا صار الإنترنت حق من حقوق البشر، حق التواصل مع العالم، حق إنه هسه مثلًا يعني واحدة من المسائل اللي كانوا يدينون إسرائيل بها إنه قطع تواصل غزة مع العالم الخارجي، فهو هذا جزء من الممارسات الغير إنسانية اللي تمارس، أو في أثناء الحروب ممكن أنت تخلي، فكيف ممكن إنه الواحد يعني يتخذ موقف معادي ضد العولمة؟ ولكن طبعًا العولمة بمعنى العولمة الرأسمالية وكذلك مو شيء نشيد به أو ندافع عنه أو نروح مثلًا ندعي به ونقول إنه مثلًا هذا بحد ذاته ممكن يجلب الخير والأمان والرغد والرفاه للإنسان والتقدم للإنسان، مو شرط. إنه في وضع معين آآ يجري في وضع معين يعني استُحدث من قبل العولمة، استُحدث من قبل العولمة، فهالوضع هذا إحنا لازم نناضل فيه، هو هذا الإطار اللي ناضل في يعني ضمنه لأجل غد أفضل، ولكن بالنهاية النضال والتحرُّك والفعالية واللي إحنا نريده ونكافح من أجله، وهذا اللي يجلب الخير أو يجلب الشر، نعم. مو العولمة بحد ذاتها. جميل جدًا. ما هي القضايا الإنسانية التي تهمك بشكل خاص؟ وكيف ترى أهمية العمل من أجلها؟ أي قضية تسميها قضية إنسانية تهمني، يعني أي قضية ممكن نسميها قضية إنسانية على سبيل المثال. يعني يمس الحريات، يمس كرامة الإنسان، يمس المساواة، يمس سعادة الإنسان، رفاه الإنسان، أي شيء ممكن أنت تسميه شيء إنساني يهمني كتير. ولكن ما أنسى إنه بالأساس يعني كل هاي مرتبط بصراع طبقي موجود بالعالم، وما ممكن إنه نكون إنسانيين وننسى إنه في صراع طبقي، ما ممكن إنه أني أنخدع بتصور معين جمال، حول الإنسان. إمم. أعطينا من فضلك، أعطينا مثال لقضايا إنسانية يعني لها الأولوية عندك الآن مثلًا، وكيف ترى أهمية العمل من أجلها؟ قضايا التمييز ضد البشر، أو قضية حقوق العمال، قضية الوضع المأساوي اللي إحنا ممكن نشوفه بكل العالم. أنا أعيش بالسويد،
وأعرف إنه واحد يحكي من السويد ويقول هالكلام هذا اللي أنا أقوله، ممكن كثير خصوصا من العالم العربي يستغربون إنه في هيك أمور بالسويد. يعني في جوع حرفي بمعنى الكلمة للأطفال في السويد. هذا موجود في الوقت الحالي، إنه ممكن إنه يكون في أطفال جائعين. ممكن أنا وأنت نحكي في أطفال جائعين بالسويد. أوكي، فهالوضع هذا أساسا ما كان متخيل إنه يصير بالسويد قبل. لماذا والفوارق الطبقية يمكن أن يكون هناك طفل جائع في السويد؟ كيف كيف ما هي هذه يعني كيف ما هي هذه الحالة يعني كيف يكون هذا يعني؟ كيف حدث؟ كيف يمكن أن ممكن إنه يكون في عوائل مثلا محرومون من الإعانات الاجتماعية، ولكن الأطفال شنو ذنبهم؟ ممكن يكون في عوائل مثلا يعني ذو دخل محدود. الغلاء الفاحش اللي صاير بالسويد خلال هالأيام هاي، والأجور بعدها بمكانها. ما هي الأوضاع التي تجعل أسرة محرومة من الإعانات الاجتماعية؟ مثلا انه مثلا ممكن لاي سبب من ما يقدرون يوفرون الاوراق. طبعا انا بتماس واقعي ويومي بهالحالات هاي. يعني ممكن التقي ناس عندهم حالات معينه انه ما يقدرون يوفرون، او ما يقدرون مثلا يعطون ورقه معينه لدوائر الدوله، وممكن ينحرمون من كل الاعانات الموجوده. ممكن انه مثلا يتركون العمل بدون ما يكون عندهم مثلا مبرر معين، وينحرمون من حقوق البطاله. يعني اذا تركت العمل بالسويد ممكن تنحرم من اعانات البطاله لمده 45 يوم او 45 يوم عمل او 9 اسابيع. اوكي، وفي هالحاله هاي حتى الاعانات الاجتماعيه ما تعطيك ولا شيء. فممكن انه الشخص يغلط ويترك العمل وبيكون بدون غطاء، وممكن انه ينحرم من الاعانات الاجتماعيه. لكن هل هذه ظاهرة يعني في السويد؟ هل هذا أمر يعني بلشت تصير ظاهرة، وأنا طبعا ممكن بعدين نحكي عن هذا الموضوع. أنا يعني كيف نقول، يعني مرتبط بعمل اجتماعي ونوعا ما سياسي في أحد ضواحي أو إمم، الأماكن اللي عمل خير يسموها الأماكن تطبيق؟ الضعيفة إمم، بالسويد. إمم، وممكن إنه أحس إنه بلشت هاي الظاهرة تتطور. طبعا تصور إنه خلال هالفعالية هاي كنا نوزع الأكل المجاني. إمم، أوكي، في بداية الأمر هذا بلش قبل سنتين. مثلا في متاجر معينة تريد تتخلص من الأطعمة، لأنه تقرب مثلا وقت انتهاء صلاحيتها. ونروح نجيب الأكل هذا ونوزعه على الناس المحتاجين. أول مرة لما سويناها جتنا ناس فقط من الأوكرانيين، اللي طبعا إمم، هم محرومين من الإعانات. يعني كانوا محرومين من الإعانات، ليس الآن. يعطوهم حماية، وهاي ممكن إنه يعيشون في أماكن مخصصة لهم في معسكرات، أو ممكن إنه يختارون هم يعيشون في أماكن ويحصلون على يعني مساعدة بسيطة جدا. فهذول ما محتاجين للعمل، وما كان بإمكانهم إنه يلقون العمل، لأنه ما يجيدون لغة البلد. فهم كانوا يجون زائدا إضافة إلى المحرومين من الإقامة في السويد والمطالبين بترك السويد. أوكي، فهذول ما أساسا ما يحق لهم يشتغلون. يعني إذا يشتغلون صاحب العمل اللي يشغل شخص مطالب منه ترك السويد، هذا صاحب العمل يعاقب، فهذا الشخص ما يلقي يشتغل، فأكيد لازم يعني يستجدي أو يطلب المساعدة. العفو على كلمة يستجدي، يعني ما أحب الكلمة، بس يعني طلعت. لكن يعني هذا يطلب المساعدة. فذول الناس كانوا يجون. طبعا هسه في الوقت الحالي بعد هالسنتين هذا، في الأشهر الأخيرة، شفنا إنه الناس بلشت تفقد الإحساس بالخجل. عوائل موجودين بالسويد صار لهم ممكن 10 سنوات، 20 سنة، 25 سنة، ويحكون سويدي بطلاقة. وناس من مختلف ال يعني الخلفيات والأعمار والجنسيات ممكن يجون ويطلبون الأكل المجاني منا.
إمم. وطبعا يشكل ثقل علينا هذا، بس يعني قصدي انه نعم اصبحت ظاهره، اصبح الفقر في السويد ظاهره في الاونه الاخيره، يعني مع مثلا اقصى شيء زاد به الرواتب، وطبعا هذا مو للكل، قسم يزيد الرواتب وقسم ما يزيد. اقصى شيء زاد الراتب السنه اللي فاتت 4 فاصلة يمكن 5 هيك شيء. ولكن هسه الإيجارات البيوت من المزمع زيادتها بمستوى 15%. يعني إمم. اللي كان يدفع 10,000 هسه لازم يدفع 11,500 لإيجار شقة معينة. وطبعا هذا كله يشكل ثقل على العوائل ذوي الدخل المحدود، ذوي الأطفال الكثيرة، واللي مثلًا عاطلين عن العمل، ما ممكن يلقون عمل يشتغلون به. فطبعًا هذا جزء من المشاكل اللي يعني أصبحت ظاهرة في السويد. نعم. يعني قد يقول قائل معظم هؤلاء الناس أجانب الذين يتعرضون لهذه للفقر أو الجوع أو يعني هل يجب على الدول الأوروبية أن تتحمل يعني فقر العالم مثلًا؟ سؤال. الدول الأوروبية اللي تتحمّل يعني اللي تتنعّم بنتائج الحروب وببيع الأسلحة بالاقتناء من هذه الصناعة وبالاختلافات والفوارق الموجودة بالعالم، فيجب أيضًا أن تأخذ مسؤولياتها. طبعًا أنا مو من الناس اللي يقولون افتحوا الأبواب، افتحوا الأبواب خلّي الجميع ييجي، لا أساسًا طبعًا مو بس أني، مثلًا سلافوي جيجيك أيضًا فيلسوف معروف، إمم. ويدعي الشيوعية أيضًا، نوع خاص من الشيوعية. عنده نظرة معيّنة طبعًا، إذا حتى ما كنت متّفق معه 100%، ولكن متّفق من هالجانب هذا إنه الأوروبيين اللي يدعون افتحوا الأبواب، افتحوا الأبواب خلّي الجميع ييجوا، أساسًا ينسون شغلة معيّنة، إنه عندهم مسؤوليات ما يخلّوا الناس يجون يعني. إمم. يعني الحروب اللي تصير بمناطقنا هو هذا اللي يصدّر لأوروبا اللاجئين. صحيح. الفقر اللي بيعيشه أفريقيا هو هذا المصدر اللي يجيب منه اللاجئين. فإذا أنت تريد نعم. يعني نعم. أنا وأنت تركنا بلدنا كل واحد لسببه السبب الخاص، أوكي؟ ولكن أنت تعرف إنه ترك البلد والمعيشة في الغربة مسألة مو هينة. يعني أنت تقريبًا يعني كل جذورك تبترك، كل جذورك تقطع نعم. وتجي تعيش في بلد آخر، تمشي بالشارع ما تعرف حكيهم. يعني مرات أنا أسافر الكردستان وأقول إيش قد هاي إحساس إيش قد جميل إنه تمشي بالشارع كل اللي يحكون اللغة اللي أنت تفهمها، كل نعم. اللي يحكون يعني كل المفردات اللي أنت، هذا الإحساس أنت تفتقده أعتقد نعم. ليش؟ ل لأنه ل أنت مضطر إنه تترك. تفتقده إمم. لسنين لحد ما تتعلم لغة جديدة، تفتقده لسنين وأمر صعب طبعًا. لكن هذا أكيد. يقودنا إلى الحديث عن موضوع مهم جدًا، إمم. وهو الدين. هو الدين. هذه نعم. المجتمعات الفقيرة أو المجتمعات ال ال الم ال التي يعني تنتشر فيها ظواهر سيئة جدًا مثل الجهل مثلًا، مثل الحروب أيضًا والاقتتال الداخلي نجد أن هذه المجتمعات القاسم المشترك فيها هو الدين. هذه المجتمعات متدينة ببساطة. ما رأيك في هذا؟ ما رأيك في دور الدين في إفقار الناس وتجهيلهم وحتى آآ كل يعني اللي برأيك القاسم المشترك مو هو الفقر. الفقر إحدى الظواهر، لكن القاسم المشترك ما بين كل هذه المجتمعات بالإضافة للفقر أنها مجتمعات أيضًا متدينة. والمجتمعات الغير متدينة مثل شمال الكرة الأرضية آآ اهم. كلها مجتمعات تعيش في رفاه في الحقيقة. فهل اهم. في علاقة والّا ما فيش من وجهة نظرك؟ وفي علاقة، بس ما يكون العلاقة السببية. ليش بيكون العلاقة السببية عكس ما أنت تفكر به؟ إمم. شوف أنا أحمد في هالناحية هاي أنا قُلت الاختلافات المنهجية، وهاي إمم. الاختلافات المنهجية ما لازم تفسد للوِدّ قضية مثل ما يقولوا. أوكي؟ أنت هنا لتختلف معنا، يعني أنا سئمت من أوكي. المختلفين معك. شوف إحنا في التصوُّر أستاذ كمان التصوُّر أنا باحب المختلفين معي أكثر من المتفقين في الحقيقة. أوكي. إمم. شكرًا. أوكي.
شوف احنا في ماركس في اختلافه العميق مع مجموعة كانوا يسموه بأتباع هيجل الشاب. وطبعا بالترجمة العربية إذا تشوف ممكن نشوفوا الهيجليين الشباب يسموهم، يعني كأنهم هم هيجليين تابعين لفكر هيجل ولكن هم شباب. هو طبعا المسألة مو بسيطة، هاي هذول تابعين لفكر هيجل وهو شاب، لأنه هيجل الفيلسوف الألماني المشهور لما كان شاب كان تقدمي، ولما صار مسن صار رجعي. فأتباع هيجل الشاب كان عندهم تصور معين إنه الدين هو أساس كل المصائب. إنه الإنسان ليش يعاني؟ ليش الإنسان عنده مآسي بحياته؟ ليش الإنسان محروم من الحياة الرغيدة؟ لأنه بسبب الأفكار المسيطرة على دماغه. فهو نقدهم كان إنه الدين يعني إذا تخلينا على الدين فممكن إن التقدم الإنساني ممكن إنه يعني نسمح إنه الإنسان يتقدم ويتحرر. فماركس أول ما كتب وكان هاي في 1846 يمكن أو 45 في كتاب اسمه الأيديولوجية الألمانية، ينتقد أفكار هذول الناس ويضحك عليهم. يقول في يوم من الأيام كان في شخص يتصور إنه الإنسان يغرق لأن فكرة الثقالة تتمالكه. يعني مو لأنه ثقيل، مو لأنه الواقع المادي الإنسان الشيء الثقيل مثلا ممكن يغرق بالماء، لا، لأنه فكرة الثقالة في أدمغتهم، ولهذا فالإنسان يغرق. فإذا تريد أنه تنجي الإنسان من الغرق خلي تشيل من فكره فكرة الثقالة أنه هو ثقيل، فهو ما راح يغرق. ويقول هذا الشخص هو القدوة المثلى للهيجليين الشباب، وينتقدهم بتهكم بهالصيغة هاي. أوكي. فماركس هو كان من الناس اللي معروفين انه عنده مواقف كلش يعني عميقه وقاطعه ضد الدين، ولكن كان يتصور انه الدين هو جزء من المنظومه الاجتماعيه الموجوده. ما ممكن هو الذي انه قال الدين أفيون الشعوب. طبعا، بس ليش قال دين افيون الشعوب؟ قال انه الدين هو الاكسير اللي ممكن يخلي الانسان يصبر على الآلام الموجوده. اوكي. انه الازهار التي تغطي غابه او الوديان المملوءه بالمآسي او بالحرمان. اوكي. هي الورود التي تغطي الاغلال على السادنه وهاي. فلازم ننتقد الدين او نبتعد عن هذا الافيون، مو لاجل انه فقط إزالة الأزهار هاي ممكن أنه تخلينا نتحرر، لا، لكي نشوف الواقع مثل ما هو، مثل ما الواقع واقع استلابنا، واقع الظلم علينا، واقع استغلالنا الموجود في المجتمعات الحالية، نشوفها عندما نزيل الدين. فأنا أشوف إنه ظهور الدين في الوقت الحالي بهالمعنى هاي طبعا هو له جذور. مصدرين. الدين بمعنى عام، اوكي، هذا موجود، كانت موجوده بالسابق وهي، بس احنا طبعا نحكي عن شيء اسمه ايديولوجيا دينيه في الوقت الحالي. وطبعا هاي الايديولوجيا الدينيه مو فقط اسلاميه بالمناسبه. طبعا عندنا الهندويزم. طبعا تعرف انه الهندوس اللي هاي يعني اللي بيحكموا هسه مودي مثلا بالهند شخص فاشي ومتبني الايديولوجيه هاي. الايديولوجيه متبنيها الايديولوجيه الهندوسيه، ويتصور انه 300 مليون مسلم موجودين بالهند هم عالة وغرباء عن هذا البلد. نعم. ومن الممكن انه نطردهم ونعيش بهاي. فهل الايديولوجيا هاي يختلف عن الدين. الدين ننتقدها بمعنى كفكر كتصور للعالم او كمنهج لفهم العالم. هاي ننتقدها في كل الاحوال. في القرن التاسع عشر ماركس انتقده، في القرن العشرين في بداية ننتقده، في نهاية القرن العشرين ننتقده، في القرن الواحد وعشرين ننتقده. ماكو فرق. بس الوضع الحالي احنا في مواجهة شيء آخر، هي الأيديولوجية الدينية. يعني الإسلام كدين والإسلامية كمنهج وكتصور أيديولوجي
الواحد لازم يعني يفرق بيناتهم. وطبعا ننتقل للاثنين. انتقادنا للأول انتقاد علمي، وانتقاد ممكن بهدوء وبتأني، ونحاول أنه الناس يبتعدون عن الخرافات ويشوفون الواقع مثل ما هو. ولكن الانتقاد الآخر للإسلامية لازم يكون انتقاد شديد، وهو جزء من نضال سياسي إحنا نمارسه. فأنا الأيديولوجيا الدينية بهالمعنى هاي أشوفها مسبب لمآسي كبيرة يعني ولكن نفس الفكر وظهور هالفكر هذا أيضا مرتبط بوجود الفقر. يعني هم في علاقة تشابكية، نعم. في علاقة تشابكية. لكن أنت لن تستطيع ولكن أن تنفذ آه إلى آه إلى بس إلى خليني أكمل هالفكرة إمم، هاي خاطر ما تفهمني إمم، غلط أحمد. إمم، هم في علاقة تشابكية، الفقر والحرمان وال يعني التهميش والظلم بكل معانيها متشابكين مع وجود الأيديولوجية الإسلامية. فالنضال ضد الأيديولوجية الإسلامية ما ممكن أنه تكون مختلفة أو مبتورة عن النضال ضد الأشكال الظلم والحرمان الموجود. والعكس أيضا صحيح، النضال ضد الحرمان وضد الجوع المفروض وضد الاستبداد المفروض على مجتمعاتنا ما ممكن أن يكون مبتور ومفترق عن النضال ضد الأيديولوجية أستاذ الإسلامية. جمال، قصدت أن أقول إن إذا كان الدين مثبط دائمًا للهمم مهم. ومخمّل للشعوب مهم. وأفيون، فلكي تنفذ إلى المجتمع لتصنع تغييرًا لابد أن تتخلص من هذه العقبة في البداية، وإلا سعيك في تباب، لأنك ستبذل مجهودًا كبيرًا ولكن لم تتخلص بدايةً من العقبة الكأداء الأولى. مهم. إمم، ولكن نفس وجود الدين هو مو مثلا كارثة طبيعية. وجود الدين مو كارثة طبيعية، وجود الدين خلفه قوى طبقية واجتماعية معينة تريد تحافظ على الدين. إسلامك الموجود في الوقت الحالي، النصوص اللي أنت تقراها محصلة لتاريخ من تطور الدين الإسلامي، وهذا التاريخ هو تاريخ احتياجات الطبقات الحاكمة لسلب الإرادة وفرض الخنوع على الجماهير. يعني أنت النصوص اللي موجودة أمامك هسه كان في أيضا ممكن أنه يكون في نصوص أخرى تخالف هالنصوص هاي، بس هي ما توصلك. ليش ما توصلك؟ لأنه الطبقات الحاكمة اللي كانت تدفع للكتاب أساسا الكتابة والتدوين بوقته، حتى ممكن ببدايته ممكن كانوا لازم يذبحون يعني قطيع من الأغنام خاطر يكتبون كتاب معين، أو يحصلون على المواد الأولية لكتابة كتاب معين، كانوا يكتبون على الجلد مثلا، أوكي، قبل ظهور الورقة في الصين وهي، أوكي. فهذه راد لها ثروة. وأساسا الناس اللي كانوا يكتبون هالشيء هاي ويمارسوها كمهنة كان لازم يأكلون، ولازم كان في أحد يوفر لهم الأكل ويوفر لهم الحياة، أوكي. إمم، وهذا الشخص ما كان غير ممكن انه يكون من الاغنياء وذوي الثروات في هالوقت هذا. إمم، فكل اسلامك الموجود يعني تقول انه الحكايه الفلانيه، الحديث الفلاني، السيره الفلانيه، القران نفسه، كل الايات هاي هذه مكتوبه بانامل ناس دفع لهم اجورهم، مدفوعه بانامل بشر كانوا خدم عند الطبقات الحاكمة والناس اللي فارضة الاستبداد وفارضة الفقر وفارضة الحرمان على البشر، أوكي. فأنت ما ممكن أنه تكون وجود الدين نفسه كدين ما ممكن أنه يعني تميزه عن تاريخ وجود الصراع الطبقي وتاريخ الاستلاب الطبقي وتاريخ الظلم الطبقي، أوكي. فما بالك بالوقت الحالي إذا أنت تشوف الإسلاموية منتشرة. يعني في ناس أنا سمعتهم حتى من جماعتنا اللي طبعا أكن إمم، للكل أكن الاحترام، لأنه هم جزء من النضال اللي أنا أيضا جزء منه، النضال ضد الإسلامية أو الإسلاموية. أنا جزء من هذا النضال وما راح أميز حالي، وما راح أكون أبدا أبدا من ضمن البشر اللي يهاجمون دول الناس اللي يريدون يتركون الدين وينتقدون الدين
ممكن أختلف مع أساليبهم، مع كلماتهم، مع هاي، ولكن أبدا وأبدا وأبدا لن أكون في المعسكر المعادي لهم. ولكن أنا سمعت من ضمن دول الناس اللي أحكي عنهم، سمعت يقولون شنو هالكلام الفارغ إنه مثلا السعودية أثرت إنه الدين السلفي ينتشر. أنا إذا كان عندي مجال أحكي لك قصة. تفضل. 1967 زار ملك بلجيكا المملكة العربية السعودية. هناك اتفقوا إنه في بناية وسط بروكسل. هاي البناية جزء من متنزه أو شيء، وبناء البناية مبنية على طراز إسلامي. أوكي. اتفقوا هناك من ضمن صفقة معينة اقتصادية إنه السعودية تأجر هالبناية هاي لمدة 99 سنة. أوكي. هاي البناية 1978 تحول إلى أكبر مسجد داخل بروكسل. واشترطت السعودية إنه إذا أنا أدفع لهالبناية هاي تصير مسجد، لازم أنا اللي أحدد منو راح يدير المسجد هذا. طبعا كل اللي يديرون المسجد اللي يعني علماء الدين بين طبعا شارطة، يعني رجال الدين اللي موجودين بالمسجد معينين من قبل السعودية. 2018 تقرر الحكومة البلجيكية يعني فسخ هذا الاتفاق اللي بموجبه الناس اللي يجون من السعودية مسيطرين، وطرد هاي الفئة اللي مسيطرة على المسجد هذا، والاتيان بهم من أماكن أخرى ورجال دين آخرين. والسبب شنو؟ أنه هذا المسجد أصبح في بروكسل يعني وكر من أوكار تربية الإرهابيين الإسلاميين. نعم. وهي حادثة تاريخية. فأنت نعم. ما تقدر تفصل بين الدين الموجود اللي نعرفه أنا وأنت، الإسلام اللي أنا وأنت نعرفه هسه، ما ممكن تفصله عن مصالح الطبقات الحاكمة في الوقت الحالي في منطقتنا وكذلك في العالم. نعم. شوية طالت بالإجابة، العفو. لا لا لا. طيب سؤال بقى. أنت تقول أن مواجهة الدين أمر ضروري أيضا، لكن ضمن أمور عديدة، لكن أنت تقول أنه ضروري أيضا، يعني لا مواجهة الأيديولوجية الإسلامية ضرورية. احنا لازم يعني نفصل بين شغلتين. الدين، يعني أنت كشخص احنا طبعا ليش نقدر نعيش ونتحمل المعيشة؟ لأنه احنا عندنا ملكة النسيان اللي ينسينا أنه احنا راح نموت. ولا إذا أنت كل يومية تفكر أنه أنت راح تموت بكرة، ما تقدر يعني راح تموت بعد 40 سنة مثلا، يعني ما تقدر تعيش أساسا. أوكي. ولكن الهاجس من الموت هو دائما يعني دافع طبيعي إلى الخروج من هذا الكابوس هذا، إنه أنا يوم من الأيام حياتي تنتهي. فمو كل العالم تتحمل هذه الحقيقة وتقدر تعيش معه. أوكي. يتعايش معها هاي الحقيقة المرة إنه الحياة راح تنتهي. فاللجوء إلى شيء آخر، وإنه في عالم موجود. وأنا يعني راح أحكي لك سر من أسراري الشخصية. أنا يوم من الأيام فقدت أخي الوحيد خلال النضال وخلال الانتفاضة ضد النظام البعثي. استشهد أخي الوحيد، وأنا كنت معه مو فقط إخوة، يعني كنا أصدقاء مقربين جدا. يعني حتى مشينا وطلعاتنا للبر، مثلا مشياتنا بالمدينة كنا نمشيها سوا. فوقت ما فقدته حقيقة كنت محتاج أنه أؤمن أو أعتقد بأنه يوم من الأيام ممكن راح ألتقي مرة أخرى، حتى يكون بالحياة الأخرى. وكنت في واقع الحال في لحظة ضعف بشري، وكلنا نمر بهذه اللحظات الضعف، كنت أتمنى أنه أكون مؤمن. أوكي. ولكن ما قدرت، لأنه إذا أنت ما ناشئ كمؤمن، وخلي هاي الحقيقة هم يعرفوها الجماعة، صعب جدا جدا جدا، وأنا أشوفه من المستحيل إنه شخص يتربى كملحد وبعيد عن الخرافات الدينية
بعد مثلا يعني يصير شاب ويكبر وهاي ويصير في عمر بالغ انه يؤمن. يعني مساله يعني جدا جدا صعبه وقريبه الى المستحيل. يعني الدماغ ما يعمل بنفس الطريقه. ما ممكن انه تؤمن انه في شيء غيبيات وفي شيء مثلا يعني ممكن يحدد مصيرك وهذا الشيء. فهل الواقع هذا ممكن يدفع ناس كثيرين للايمان بالدين؟ هذا الدين الشعبي، هذا الدين العادي، هذا الدين اللي مثلا امي وامك وجدتي وجدتك مثلا يقول لا تكون مثلا يعني ساعد جيرانك وما تنام انت وجيرانك مثلا جوعانين، وما يعني لما تريد تعمل شيء لازم تعطي للجيران. هل دين هذا بهالمعنى هذا ايضا منتقد. انا لازم انتقد هالدين هذا ما راح اتعايش معه بصوره عاديه واتحمله. هذا كلام ما اقبله. ولكن هذا شيء الايديولوجيه الاسلاميه اللي يدخل بكل صغائر امورك. اوكي، يعني جورج اورويل كتب ديستوبيا سماه الاخ الاكبر، بيج براذر. يعني شيء كابوس انه مثلا في تلفزيون داخل البيت يراقبك. انه هذا الدين هسه يجيك يقول لك انه في شيء يراقبك في كل حركاتك وسكناتك. اوكي، يعني كيف ما تتحرك انه هذا مسجل لك، وهذا تحاسب عليه وتحاسب عليه بنار. وفي ناس مخلين نفسهم خدام هذا البيج براذر، هذا الله، ويجون يتدخلون في كل امورك الشخصيه، كيف تلبس، كيف تحكي، كيف. هذا ما ممكن تحمله. وهاي الايديولوجيه ما ممكن ابدا ابدا، مو فقط التعايش معه، حتى ولا مهادنته. الحرب ضد هاي الايديولوجيه فريضه على اي تحرري باي بقعه من العالم. وما ممكن انه نتجاوز هالمساله هاي. وما ممكن في يوم من الايام، في لحظه من اللحظات، ننسى هالوظيفه وهالواجب علينا. نعم. يعني طيب، عندما نبدأ في مواجهة الدين، نبدأ من خلال نقد النص الديني، أم مواجهة رجال الدين، أم مواجهة رجال السياسة الذين يستخدمون رجال الدين، أم كل هذا معا؟ لا، انا اتصور انه نواجه الوضع المزري اللي يخلي الناس يسمعون للملالي. طبعا الناس البسطاء ما يعرفون شنو موجود بالنص. يعني النصوص الدينيه، يعني اكيد انت في الوقت الحالي اللي تنتقده ممكن تعرف النصوص الدينيه اكثر حتى من الملالي. دع عنك الشعب العادي والاشخاص العاديين. اوكي، الوسيله وسيله ترجمه هالنصوص الدينيه الى افكار ومعتقدات وفعاليات ونشاطات معينه يمارسها الناس البسطاء او اللي اكثريتهم ممكن يكونوا اميين، هم رجال الدين. ولكن ليش ممكن انه هذا الشخص يسمع لرجل الدين؟ انا اقول لك فشي. انا كثير فكرت بهالامر هذا، الخرافات وانه الاحجيه، وانه هذا الملا يقرا لك مثلا قران وايه من القران وهاي وتتعالج 100، الرقيه الشرعيه وما اعرف هالكلام هذا الكلام هسه وجوده في الوقت الحالي اوسع واشمل واكثر بروز من وقت ما كنا في قبل 50 سنه في كردستان نعيش في اوضاع ممكن كان فيه نسبه الاميه اكثر من الوقت الحالي بكثير. اوكي، فكيف ممكن انه الناس يتعلمون اكثر ويكونون مثلا يعني يقرون ويكتبون، وممكن يطلعون على الناس، وممكن في انترنت، وممكن في كل هالنوافذ المفتوحه على العالم بكل هالمعلومات هاي، ولكن يلجؤون الى الخرافات اكثر من سابق. انا اتخيل انه في عائله فقيره موجوده في احد ضواحي مدينه السليمانيه، وعندهم مريض مصاب بالسرطان، وهذا المريض العلاج البسيط له انه ممكن ما يجدي وممكن ينتهي، او بمرض عضال. يعني فشيء جيد جدا انه في سليمانيه في مدينه طبيه لمعالجه مرض السرطان. ولكن في امراض الكليه وفي امراض كثيره ممكن تكلفته تكون 10,000 دولار، تكلفته البسيطه. اوكي، كلفه بسيطه لمعالجه المرض هذا 10,000 دولار. بينما اللجوء للملا وكتابه احجيه وهالمسائل هاي ويقرا قران ويسوي رقيه شرعيه ممكن تكلفه 50,000. اوكي، من مصلحه هاي العائله الفقيره انه يؤمنوا بالخرافات.
هنا المصيبة، هنا المشكلة. أوكي، المدنية والتطور والحداثة اللي تجيب معها الإمكانيات والتكنولوجيا، ولكن هذا التكنولوجيا ما متوفر للجميع، وفي أغلبية من المجتمع مهموشة ومقموعة ومحرومة. هالأوضاع هاي تفرز الدين كأي جبل من القمامة، تفرز الفيروس نعم. وتنتج الفيروس. هاي هي الحقيقة المرة اللي احنا نعيشها. ومكافحة التصور والفكر الديني ما ممكن انه يكون مفصول عن مكافحة او النضال ضد الفقر والحرمان. نعم. أنا رأيت بعض الشيوعيين في مصر، يعني وأعرف نعم. يعني الكثير منهم ويعني بعضهم في الحزب الشيوعي وغير ذلك، هم متدينين يعني، ويقولون بأن الدين يمكن أن يتعايش مع الفكر الشيوعي. ما رأيك في هذا؟ لا، هو منهجيا التصور الديني مختلف تماما عن التصور الشيوعي للعالم. وطبعا حتى يعني تصور بعض الإلحاديين أيضا مختلف مع التصور الشيوعي بنفس المعنى. وشنو أعني؟ شو أعني؟ إنه كون الفكر والتصور الإنسان والأيديولوجيا تحدد مصير البشر. ممكن إنه الإسلاميين يقولون إذا أنت مسلم وراح تتقدم وراح تتطور وراح تحافظ على أخلاقك وشرفك، وفي ناس يقولون لا، إذا أنت مسلم لا تتطور ولا تتقدم ولا تحافظ على شرفك وأخلاقك. الاثنين متفقين إنه بطل الساحة هو الدين. أوكي، واحد بيهم يشوفه شين وواحد آخر يشوفه زين، ولكن أول وتالي منو اللي يحدد مصيرنا؟ الدين. أوكي، هذا التصور مخالف في الصميم ومناقض في الصميم للتصور الشيوعي للبشر ووضعه. أوكي، أنه إحنا الواقع المادي، الواقع المعاش، الوضع الاقتصادي، الاجتماعي، حتى التاريخي، اللي الموروث الثقافي، ممكن بهالمعنى هاي، مع كل هالعوامل هاي تحدد فعاليتنا تحدد توجهاتنا وتصوراتنا او معاملتنا وفعاليتنا. اوكي، فهل تصور هذا الديني انه ممكن انه تعايش من الدين؟ هاي مجامله مع الاسف غير جيده ومجامله مكشوفه. يعني هذا الشيوعي يضحك عليه الشيوعي الحقيقي ويضحك عليه المسلم الحقيقي. اثنيناتهم يعرفون انه هذا الكلام غير صحيح، وهو لو مشتبه عليه، لو خالط بين الامور، لو اساسا هو يعني شخص غير صادق في تصوراته، ويريد مجامله ويريد بس يعني بمعنى أن اول اول الجمل، ما اقول اول جمله، اول الجمل في البيان الشيوعي يقول الشيوعيين ما يخفون عقائدهم عن الناس. بمعنى وهاي الشيوعية تتعارض مع يعني مع الدين، المبادئ الشيوعية تتعارض مع المعتقدات الدينية تمامًا. أكيد 100%. لا، تعارض منهجي وتعارض يعني جوهري، وتعارض في النظرة إلى العالم. أوكي، وهذا التعارض لازم نحكي عنه، يعني نخفي أفكارنا ومعتقداتنا. البيان الشيوعي أول صفحة يقول فيه إنه الشيوعيين ما يخفون أهدافهم تصوراتهم عن البشر، ما عندنا شيء نخجل عنه. أوكي، لازم نكون صريحين ولازم نكون واقعيين. تقبلنا الناس ما تقبلنا هاي مسألة أخرى، هاي ما مرتبطة بأنه أفكارنا غير واقعية وأفكارنا غير حقيقية وأفكارنا غير هاي. في ناس كتير هسه في أمريكا 50,000 شخص يتبعون الأفكار اللي يقول بسطحية الأرض، يعني الأرض مسطحة. فأنا ما تقدر تقول إنه الأفكار ما تقبل لأنه هاي ضد عاداتنا وتقاليدنا. الناس بهالمعنى الإسلاموي المسلمين قلائل كتير، بالمعنى الإسلاموي للدين المسلمين قليلين كتير. وهاي معضلة من معضلات الأيديولوجية الإسلامية صراحة. نعم. فبهالمعنى هاي أنا ما أتصور إنه هذا راح يختلف شيء. ما نخفي أفكارنا، ما نخفي معتقداتنا،
وفعاليتنا ونضالنا وكفاحنا هو هذا اللي ممكن يجذب الناس إلا، مو كلامنا المعسول يعني وخداع الناس. نعم. طيب، أنت حدثتنا أن الدين ممكن يكون عزاء، يقدم عزاء للناس، لكن خلّينا نتكلم بتفصيل أكتر. اهم. لبعض الناس قُلت أو بعض الناس بتجد العزاء في الدين، أو نعم. بتحتاج الدين علشان يقدّم لهم العزاء، لإن فكرة إن الإنسان ميت دي فكرة مش هيتقبّلها بسهولة، طيب، إمم. لكن خلّينا نتكلم بتفصيل أكتر. كيف يمكن تفسير نشأة الأديان وتطوّرها من منظور شيوعي؟ نشأة الأديان من منظور شيوعي في كُتب عليها، وفي يعني مثلًا واحد من الكُتّاب المنسيين مثلًا كارل كاوتسكي كتب في سنوات أتصوّر 1880 كان أو 90، كتب كتاب عن أصول المسيحية. إمم. يعني في كتابات حول تاريخ الدين وتطور الدين، وهذا طبعًا كاوتسكي يربطها بمراحل تطور البشر، إنه المسيحية نشأت في أماكن فيها الحياة المشاعية، وكان في صراع مع الدولة الرومانية، وبعدين لمن الدولة الرومانية اتخذت الدين المسيحي كدين، تحولت إلى دين السلطة ودين القمع وهاي، وطبعًا في جانب من الصحة في هالمسائل هاي، ولكن الدين كمشاعر دينية وكتصورات دينية ممكن نشأ في وقت الإنسان والبشر ما كان عندهم أجوبة حول الأسئلة الصعبة في حياتهم. إحنا ليش موجودين هنا؟ وين رايحين؟ وين عايشين؟ يعني بعد ما الإنسان يبلش يفكر في أسئلة كثير صعبة تواجهه. وطبعًا بالمناسبة دماغ الإنسان ما يتحمل الجهل. يعني ما يتحمّل الإحساس بالجهل، يتحمّل الجهل، ممكن الشخص يكون جاهل ودماغه يشتغل عادي ما عنده مشاكل، ولكن إنه يحس إنه جاهل هاي فقط العلماء يقدرون يتحمّلوها. إمم. العالم ليش يصير عالم؟ لأنه يتحمّل إنه يعترف بالجهل، أوكي؟ أنا أعترف إنه أنا جاهل، فلهذا أحاول إنه ألقي الأجوبة الصحيحة أو الأكثر صحة عن الأسئلة اللي أنا عندي، أوكي؟ نعم. ولكن الشخص اللي ما يقدر يتحمّل، أوكي، يلجأ إلى الأجوبة السهلة، أوكي؟ إنه مثلًا تلقي لك يعني دربونة هالسؤال هذا يحيرني، أنا ما أقدر أنام، شو أسوي؟ إنه شنو هالفيضان هذا اللي إجى على غفلة ودمّر كل شيء أنا سويته، ليش هالشيء هذا صار؟ أكيد في قوة معينة، يعني أنا أفكر وما ألقي أي سبب واقعي ويعني منطقي لهالشيء هذا، ليش صار هالشيء هذا؟ ليش هالفيضان هذا حدث بالوقت اللي أنا محتاج هالأكل ومحتاج عائلتي محتاجة أكل؟ لا، أكيد إنه في قوة خارقة غضبانة عني، أوكي؟ نعم. فأني ممكن إنه يعني شوية أهادن هالقوة هاي وأروح أقدّم للقرابين وأحاول يعني هو طبعًا أساس الدين هو الخوف، وأساس الدين هو الإحساس بالعجز، الإحساس بعدم القدرة على الإنجاز، وبعدم القدرة على التخلُّص من معضلات الحياة. نعم. وطبعًا بعدين هالإحساس هذا الشيء بدائي، هاي الإحساس البدائي للشخص اللي عايش بالكهف والشخص الصياد اللي يصيد الإنسان البسيط اللي بعده ما متحضّر. مع وجود الحضارة طبعًا الحضارة واحدة من الأساسيات الحضارة هو وجود طبقات، ما في حضارة بدون وجود طبقية، أوكي؟ ما في حضارة بدون تقسيم العمل، وتقسيم العمل يفرز الطبقية ويفرز وجود الطبقات، أوكي؟ فالطبقة الحاكمة تستغل هالأفكار الماتريال هذا هال المواد الأولية لفكر خرافي، وينشئ الدين كمؤسسة، فالدين نشأ كأفكار معينة، وبعدين تأسست على إيد الطبقة الحاكمة، فكل دين من الأديان في نوع من فرض الخضوع على الإنسان، يعني مثلًا الدين الإسلامي الشيء أكثر إيلامًا إلي في الدين الإسلامي هو فرض العبودية على الإنسان. صحيح أيوه. يقول إنه إحنا مو عبد البشر وإحنا ما نعبد البشر ونعبد الله، ولكن فكرة العبودية
تمجيد فكرة العبودية، إنه العبودية بحد ذاتها مو شغلة غير جيدة، المن تعبد هو هاي المشكلة. إذا تعبد الله اللي ما تشوفه فهو هاي ما عندك مشكلة بيها. فهاي قبول نوعا ما بفكرة العبودية، إنه أني أكون عبد لقدرة معينة ما عندي سلطة عليها، فهاي شيء مقبول. أوكي، فإذا أنا هاي مقبول، إذا أنا ما عندي سلطة على صدام حسين فأعبد صدام حسين وأسمع كلام صدام حسين. وإذا أنا ما عندي قدرة على مواجهة ابن سلمان، أوكي، كل ما يقوله ابن سلمان صحيح وأنا أتبع تعاليم ابن سلمان. فالاستلاب للإرادة الإنسانية تجي مننا، هذا هو المفهوم المؤذي والمفهوم الشر الخالص بالدين، خصوصا الدين الإسلامي. أوكي، يعني العبودية كون تمجيد هاي الفكرة، وفكرة إنه ممكن الإنسان يعني يتمتع بالعبودية، يعني هو هذا المسألة اللي يعني أتصور إنه مصدر كل الشرور داخل الدين الإسلامي. نعم. طيب إحنا يعني ما خلصناش الأسئلة، عندنا لسه أسئلة كتير جدا، بس مش عاوزين نطول عليك. في أسئلة من المشاهدين وممكن نستأنف الأسئلة بتاعتنا في حلقة أخرى. أوكي. ممكن نبدأ مع أسئلة المشاهدين. أوكي. خلينا نرحب بأبو عصماء. أهلا بك يا أبو عصماء. مساء الخير أحمد، مساء الخير بضيفنا الكريم، نورت الشاشة ونورت سهرتنا ونورت قنواتنا. فعلا حديثك شكرا. ممتع وشيق، وأنت إنسان راقي ومتكلم لبق، وفعلا نحن سعداء بوجودك بيناتنا. أشكرك أبو عصماء. تسلم. في سؤال في البداية، أول سؤال يعني شفته كان بيقول شو رأي الضيف بالصين؟ بالصين وكوريا الشمالية. سؤال من الصديق ستيوارت. لا، الصين دولة رأسمالية وهم ما ينكرون هالشيء هذا. يعني حتى الناس مو أنا كشخص من منطلق شيوعي، يعني حتى الناس المتابعين طبعا هم كذابين، يكذبون كتير. فعلى أساس مقررين ب 2035 راح يتحولوا، يمكن 2050 أو 2035 أتصور آخر برنامج قالوا راح نتحول إلى الشيوعية، يعني حتى يعوفون الاشتراكية ويصعدون مصعد يعني مرحلة أعلى. طبعا بالمناسبة اللي ما ملمين أو ما متعرفين على الفكر الشيوعي يتصور أنه تحول الرأسمالية إلى الشيوعية أو انعدام الطبقات أو إلغاء الطبقات ما تصير بين يوم وليلة. أول مرة لازم الطبقة العاملة تقوم بقيادة ثورة لأجل الحصول على السلطة السياسية، وبعد الحصول على السلطة السياسية يتم بناء النظام الاشتراكي اللي طبعا ما زال فيه التمايزات موجودة، وينبني على أساس قانون من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله. يعني إذا كان في مهندس ممكن يأخذ راتب أكثر، وإذا كان في دكتور ممكن يأخذ راتب أفضل، وإذا كان في شخص متخصص في مجال ما ممكن إنه عمله يكون أكثر تعقيد، ممكن يأخذ أكثر من اللي عمله بسيط. أوكي، هاي المرحلة الأولى. وبهاي المرحلة هاي ممكن نتحول بعد ما تنتهي وظيفة الدولة وتنتهي مقاومة الطبقة الحاكمة السابقة والطبقة الرأسمالية، وتختفي ضرورة وجود الدولة وضرورة وجود المؤسسات الحكومية. وهاي ممكن نتحول على النظام الشيوعي اللي تختفي بالحدود بين البشر، حدود بين البلدان ما تبقى، راح نعيش بمجتمع متكافل على صعيد العالمي. وهذا المجتمع الشيوعي الأعلى. هسه الصين بيقولوا انه احنا راح نتحول الى المجتمع الشيوعي، طبعا هذا كذب. يعني في الصين بالمناسبة في هواية ناس ما يعرفون هالشيء، في نظام اسمه 9-9-6، من 9 صباحا ل9 مساء 6 أيام بالأسبوع، هو هذا يوم العمل اللي موجود بالصين، وهاي الصيغة اللي ماشية وهاي اللي ينفرض. وطبعا كل الرأسماليين بالعالم هسه تسيل لعابهم لهاي الثروات الكبيرة اللي تنتج الصين، والثروات الهائلة اللي التراكم الرأسمالي اللي في مستوى عالي جدا. مثلا طبعا التراكم الرأسمالي بالصين
يقررون عليه، وما ما يقال عنه بالجروث او النمو الاقتصادي يتم التقرير عليه في المكتب السياسي. يقول هالسنه هاي ممكن لازم يعني كان قبل سنوات هيك يقرروا المكتب السياسي انه معدل النمو لازم يكون 10%. كل المنظمات الحزبيه وكل الافرع وكل المحافظات وهاي لازم ينفذون الخطه، فينفذون الخطه بصيغ متعدده، ومن ضمنها طبعا مثلا في حقيقه انه عمال في مناطق زراعيه معينه يلجؤون الى المناطق الصناعيه والمدن الكبيره ليعملوا. الناس ما تعرف انه داخل الصين في اقامه، انت ما عندك اقامه اذا تتحول من مدينه الى مدينه، ما عندك اقامه. اولادك ما عندهم حق بالتعليم، ما عندهم حق بالصحه، اذا يلزمك الشرطه بالشارع ممكن يعتقلوك، وكيف ما الناس يتم مثلا اعادتهم من بلدان اوروبا وهاي بالطيارات ممكن يعيدوا له ولايته بالقوه. فهذا العامل يضطر انه يروح يسكن في كومباوند، هاي المدينه السكنيه اللي بجانب المعامل، يعيشون هناك. فكل واحد بيهم يشتغل حوالي 12 او 13 وممكن 14 ساعه في اليوم. اوكي، هذا هو حقيقه الطبقه العامله في الصين. اوكي، ما عدا عن طبعا يعني في شغلات عندهم عجيبه غريبه. مثلا اسم هذا شينبين موجود هسه بالدستور، يعني دستور البلد موجود فيه اسم، يعني ما في هيك شيء باي بلد متمدن وراقي. ما ممكن انه تكتب انت اسم رئيس الجمهوريه في دستور البلد. رئيس الجمهوريه يروح يموت، يعني الدستور هذا ما لازم يكون فيه تغييرات بهالصيغه. هذا الدستور يعني دستور البلد، يعني القوانين بالبلد، كيف تخلي باسم يعني. فالاستبداد يعني قبل 4-5 سنوات منعوا ظهور نالابو، هذا الدب اللي يحب ياكل عسل، كثير يحب عسل نالابو. منعوا عن صوره في التويتر. كيف والله الناس قالوا يشبه رئيس جمهوريتنا. اوكي، فالقمع والاستبداد الموجود بالصين ما له مثيل، وبنفس الحاله في استغلال وبشع للطبقه العامله، وفي يعني لهفه يعني وركض وراء الربح وجشع غير هذا. وحتى استغلالهم لبلدان افريقيا، يجي لك كينيا مثلا يسوي لك خط مثلا خطوط حديديه، يعني يقرر انه انا اسوي الحدود هالخط شو اسمه السكك الحديديه بعد 10 سنوات ما دفعت القروض اللي عليك مع الارباح اللي له، راح استولي على الميناء الفلاني. وفعلا يروح يستولي على الميناء الفلاني. فعندك ميناء ببلدك يستولي عليه الصين ويودي. فالصين ما ممكن انه يكون باي معنى من المعاني قريب من اي مفهوم يعني مختزل او حد ادنى لما ممكن تسميته بالاشتراكيه. دع عنك الشيوعيه. هذا هو الرئيس. لكن استاذ شمال، كم لدينا من تجربه شيوعيه او تجربه تزعم انها شيوعيه او تقول انها شيوعيه ولكن بنفس الطريقه؟ ستالين مثلا يعني هو ممكن الاسترسال في هالموضوع هذا، ولكن كون انه التجربه الشيوعيه ما نجحت لحد الان ما معناته انه ما ممكن تنجح. الاقطاعيه طولت باوروبا فقط، وما زالت مطوله في بعض يعني بقايا ما زالت موجوده في بلداننا. اوكي، البعض في بعض بين الشيوعيه والاستبداد في الحقيقه. شلون؟ البعض يرى علاقه بين الشيوعيه والاستبداد. هو طبعا هذا النموذج السوفيتي هو اللي افرز هذا. وبالمناسبه النموذج السوفيتي مو بس يعني ربط بين الشيوعيه والاستبداد، حتى خلى مثلا ربط معين بين الشيوعيه والدين. يعني الشيوعيه تحولت الى ايديولوجيا طبقه حاكمه. الشيوعيه هو منهج لانتقاد نظام موجود، نظام اقتصادي موجود، تحول الى تبرير وجود نظام اقتصادي اخر. اوكي، فهاي هي الايديولوجيا، تبرر وجود شيء ما محبذ وجوده او من المحبذ تغييره. فالايديولوجيا بهالصيغه هاي. التجربه الاشتراكيه في روسيا افرزت كثير من الجوانب السلبيه، ولكن ما ننكر انه هاي الاشتراكيه
هاي الاشتراكية اللي ما نجحت، هاي الثورة اللي ما وصلت إلى نتائجها، هاي الثورة المغدورة أفرز تغييرات بكل العالم ما كان في بالإمكان تصوره. تتصور إنه إحنا في السويد لحد ما صارت الثورة الاشتراكية ما كانوا يعطون أي مجال لتصويت النساء. أول ما أعطوا الحق لتصويت النساء بالانتخابات كان ورا ثورة أكتوبر. وكثير من التغييرات والإصلاحات اللي صارت بالسويد وبغير بلدان أوروبية تبعت الإصلاحات اللي صارت في روسيا، لأنه اللي صار في روسيا كانت ثورة اشتراكية ولكن ما نجحت بالكامل، ولكن هاي الثورة المغدورة ما ممكن كان الغدر بيها إذا ما تنفذ بعض مطالبها. فمثلا البطالة اختفت، ما كان في بطالة. التعليم المجاني متاح للكل، الصحة متاح للكل، التقدم التكنولوجي صار فيه قفزات، الاقتصاد صار فيه تطور. يعني وقت ما كان لينين يدعي انه راح نعمل كهرباء روسيا، هذا روسيا الكبير، وهي كان الناس يضحكون عليه، يقولون كيف ممكن انجاز هالمشروع هذا في 5 سنوات او حتى 10 سنوات. انجزوه في خلال سنوات قليله وجابوا الكهرباء لكل روسيا والمصابيح لكل روسيا. هالتطور الاقتصادي وهالتطور التكنولوجي وهالتطور الاجتماعي والرفاهي اللي صار بروسيا أثرت على كل بلدان أوروبا. وأنا كنت أذكر في حديثي السابق أنه المنافسة بين الدولة الرأسمالية كانت مع دولة تدعي الاشتراكية، ولهذا كانوا لازم يعطون نوع من الفرص للبشر. وكل الإصلاحات اللي شفتها بأوروبا كان خلال هالفترة هاي. انتهت الاشتراكية في روسيا، صارت ايديهم مفتوحة. من التسعينات احنا نواجه هجمات على أبسط الحقوق الأساسية والأجور يعني تقل يوم بعد يوم، والقوانين تتغير لمصلحة الرأسماليين وضد مصلحة العمال يوم بعد يوم، وهذا اللي صار. ولكن أنا قلت أنه الإقطاعية استمرت 600 سنة، أوكي؟ وكان قبل الثورة الفرنسية واحدة من الشغلات أنه كان الملك يعني أو أي نبيل من النبلاء كان يفرض على الفلاحين أنه يجوا مثلا يطردون الضفادع من بركهم، لأنه هم ما يقدرون يناموا من صوت الضفادع. أوكي، فهيك كانوا يعاملون الناس. كان ممكن إعدام الشخص على سرقته لكمية قليلة من الملح، كان ممكن إعدام الشخص لأنه ما يدفع الضريبة اللي عليه. أوكي، فكان هذا هو الوضع. وما كان ممكن تصوروا أنه ممكن التخلص من الإقطاعية اللي استمرت 600 سنة، وكان في أنه هذا الوضع الطبيعي لحياة البشر. الناس كانت تتصور هيك، ولكن ما كان هيك. يعني بعدين صارت في ثورة وصارت في تغيير، والرأسمالية عقبت الإقطاعية، وهسه الإقطاعية صار جزء من الماضي، وهذا ممكن يتكرر مع الرأسمالية. الرأسمالية ما صار له غير 200 سنة، ممكن. تفضل يا باسم. اوكي. سيد شمال، انا بدي اسالك سؤال بالنسبه للتعريف. اليوم نحن بنشوف انظمه شيوعيه او تطبيقات الاشتراكيه وانظمه راسماليه. بنلاحظ انه كل الدول اللي بتدعي الراسماليه هي دول بتاخذ ضرائب كبيره جدا من شعبها الى لدرجه انه تاخذ معظم ما ينتجون، بالمقابل بتامن لهم الطبابه، الشيخوخه، التعليم والتقاعد، اللي هو هاي مبادئ الاشتراكية الأساسية. بالوقت اللي عم نلاحظ إنه كل الدول التي تدعي النظام الاشتراكي هي دول تحولت إلى رأسمالية، حيث من حيث المبدأ قلة حاكمة عم تهيمن على الثروات بشكل كتير فاسد وتساوي الناس اللي تحتها بالفقر. فما بتلاحظ المهزلة اللي حصلت اليوم بوضعنا حاليا انه كل الدول هي حقيقة مفارقة. كلامك صح، كلامك صح، خصوصا انت تحكي عن الصين وممكن كوريا الشمالية عن وممكن الكل، فيتنام. عم نحكي عن الكل، حتى الأنظمة فيتنام، نعم، حتى بتطبق النظام الاشتراكي. كل الأنظمة هيدي بحد ذاتها تبادلت الأدوار بشكل مضحك. هذا بيودينا للسؤال الثاني اللي بيقول: ألا تعتقد أن الاشتراكية والفكر الشيوعي هو فكر لن يطبق على وجه الكرة الأرضية
لأنه لما ما بيتناسب مع دناوة النفس البشرية بشكل عام. يعني آه. هذا قانون معمول، إذا بدك لو كان هناك من جنة لكان القانون السائد في الجنة هو القانون الشيوعي والاشتراكي، حيث الناس م. سواسية، والمكافأة على قد الأجر على قد التعب أو المجهود إلى آخره. أما ما م. يحصل بيننا نحن فلا يمكن. من شان هيك بتلاحظ أنت معظم الشيوعيين من أصدقائي ومعارفي هم فئات محبطة، لأنه بيكونوا مليانين بالإيجابية والبوزيتيفيتي والكوربشن، الانحلال والفساد عادة يأكل من روحهم ويأكل من فكرهم، إلا أنه يتركهم آخر شيء أجساد محبطة عايشة على الفودكا من كترة قهرة، عم بتشوف ما هي مهزلة البشر. ما بتلاحظ أنت كمية معتنقي الفكر الشيوعي هن معظمهم من المحبطين؟ عم نحكي بشكل موضوعي طبعا. هو طبعا كلامك صح، أنا ما أنكر هالشيء هذا. ولكن أختلف معك منهجيا، وهذا مو من فقط اختلافي طبعا. حكيت قبل يعني خلاف في المنهج لا يفسد الود قضية، مثل ما يقول، مو فقط في الرأي. أنا لما درست العلوم السياسية بالسويد، في أول محاضرة حاضرنا أستاذ من باكستان، من الهند، من بنجاب، وحكى عن منهج ماركس. وطبعا كان منهج ماركس من المناهج اللي تدرس في العلوم السياسية في السويد وفي أوروبا تدرس، ما أعرف في أمريكا وكندا ما أعرف الوضع كيف. فقال ما يميز ماركس عن كل الفلاسفة اللي سبقوا تصوره وتقييمه للإنسان ككائن خير. أوكي أبو أسماء، مع كل احترامي لك وكل الأصدقاء الآخرين اللي يتبنون الفكر اللاديني، كثير منهم ينتمون إلى التصور إنه الإنسان شرير بطبعه، ويكررون نفس القصة، قصة الخطيئة الأولى. لم يقل لا هذا. لا يقول لا يعني يقولون مثلا دناوة الفكر البشري، إنه الاشتراكية ما ممكن تلائم دناوة. لا، الفكر الإنسان أو الشخصية الإنسانية، وطبعا ما في شيء اسمه طبيعة إنسانية أو جوهر الإنساني الثابت والغير متغير وهاي، ولكن بالعادي الطبيعة التعاونية، إنه إحنا نتعاون مع بعض، إنه أنا أحس بيك، أحس بآلامك، وأنا أقدر أتصور نفسي مثل ما يقول بالإنجليزية in your shoes، أو يعني إنه أحس بوضعك وأقدر أحط نفسي محلك. هذا غريزة من الغرائز الإنسانية اللي ما كنا ممكن ننجو في مواجهة كل المصائب اللي كانت تواجهنا وإحنا إنسان بشر بدائيين. ما ممكن كنا ننجو إذا كنا نفتقر شمال، هذا ما نردده دائما في البثوث يعني في بثوثنا، هذا ما نردده دائما. هذا أكثر شيء أردده في بثوثي يعني في الحقيقة. أنا أقول أوكي، معناته بالعكس، العكس تماما صحيح. كائن الاشتراكية كائن جميل، وهو جميل بكل صفاته، وهناك استثناءات لأن بعض الناس مختلين أو مضطربين. هذا يعني جميل جدا فيها يعني. جميل جدا. فهذا يخليني انه اقول لا، بالعكس، الاشتراكيه تعني انه نتعاون. الاشتراكيه تعني انه انت طبعا انت حس انت بعائلتك، منو من الاطفال، اذا كان في عائله عندهم 10 اطفال، منو من الاطفال يحصل على اكبر قدر من الحب ومن التقدير ومن الرعايه؟ الشخص. لا لحظة، لعل أبو عصماء يقصد إن هو بيقول يعني إن الاشتراكية أو المنهج الشيوعي أو المذهب أو العقيدة الشيوعية بتنافي أو بتتعارض بشدة مع الطبيعة الإنسانية أو مع الغرائز الإنسانية. أنت تحدثت عن غريزة التعاطف، هي موجودة عند الإنسان غريزة التعاطف، ولكن أليس الإنسان كائن أيضا طموح وأناني بلا حد كبير، وهذه الأنانية تدفعه إلى النجاح والتقدم، وهذا أفاد البشرية كثيرا مثلا في تقدمها. يعني احنا اكثر شيء ادى بنا الى التطور والرقي في اكتشاف النار واكتشاف العجله. وين الانانيه؟ هذا الإنسان الذي اكتشف النار أو الإنسان الذي يبتكر ويطور هو يفعل هذا في الحقيقة أولا من أجل نفسه يعني، فالأنانية هذه دفعتنا دائما إلى التقدم.
لا لا منا لا تكون نفسه أولوية عنده أو رقم واحد عنده إلا إذا كان عنده مشكلة في الحقيقة. معلش تعقيب إضافي بس لتصويب الموضوع لو سمحت لي أخ شمال. لا لا أكيد 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 في طرفين نحن عم نروح فيهم هون عكس بعضنا، مثل ما قال أخي أحمد، قال لك إنه تفضلت أنت قلت اكتشف النار واكتشف العجل. إذا بتلاحظ إنه البشرية كانت عايشة كالدواب كالأنعام إلى إنه فرد واحد هو اللي اكتشف العجل. هناك فرق كتير كبير ما بين النخبة وما بين العوام والعقل الجمعي. نحن العقل الجمعي الموجود بين البشر هو عقل بحد ذاته يميل إلى الأنانية والفساد وقصر النظر، يعني بمعنى أنه ما عنده مشكلة أنه يستهلك الماء كله وما يفكر بمن بعده، لأنه هو بحد ذاته بيعمل اللي ما يريده هو. هلأ إذا كنت حضرتك ولا أحمد ولا حتى عني أنا عندنا هالوسواس، ما ممكن نستخدم الماء بإفراط حتى لو كانت مجانية. أنا هيدي شغلة عادة ما بقدر أتحكم فيها. لما أكون بأي فندق أسري، أنا بتواجد بالفنادق الفاخرة جدا حول العالم بطبيعة عملي، ما بقدر تخيل شمال ما بقدر استعمل الدوش على الأوبن، بسكره لغاية ما أتليف وأرجع أفتحه. مرات بقول يا حبيبي بدي جرب الأنانية إني أفتح الدوش وأفتحته 5 دقايق كما لو كانت نار عم تنزل علي، ما بقبلها. إنه لماذا هذا الهدر وماذا عن بقية البشر؟ بدك تقول إنه بهالأوتيل اللي أنا فيه كم أبو عصماء موجود بكم طابق فيه؟ لا أكيد دلائل أكيد دلائل. لا أنا متفق معك أبو عصماء، بس معناتها اتفقنا. لا 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 دقيقة مو أنت تحكي عن واقع معاش في الوقت الحالي. أوكي، أنا ما أقدر أتفق، ما أقدر أشوف الصورة يعني استاتيكية، إنه أنا أجيب كاميرا أوكي وأصور صورة للواقع الحالي وأقول إنه هذا هو واقع البشر. هذا الواقع الموجود حاليا له تاريخ، له خلفيات، له مقدمات. أوكي، أنا يعني أكد لك أبو عصماء، كل الأنانيين اختفوا. ما كان بإمكانهم الأنانيين، وما كان بإمكان أي مجموعة انبنت على أساس الأنانية إنه تستمر. أوكي، يعني أساس وجودنا إحنا كنا بالغابة 5 6 كنا مع بعض وإجانا نمر. إذا كل واحد يفكر بحاله الكل كانوا ياكلهم النمر. هاي حقيقة. يعني أنت ما عندك وسائل دفاع تواجه به المصائب اللي تمر به إذا ما كان في تعاضد وما كان في شيء. هاي الفكرة طرحتها وقت ما كنت بالجامعة. واحد من زملائي قال لا، الحروب هي أساس القاعدة الأساسية، وأنه الإنسان يتطور عن طريق الحرب. قلت الحرب يحتاج إلى تضامن، التضامن ما تحتاج إلى حروب. يعني الحروب بين الجروب الفلاني والجروب الفلاني، المجموعة الفلانية والمجموعة الفلانية، يحتاج أكثر ما يحتاج إلى التعاضد والتعاون والتكافل ما بين المجموعة الفلانية. المجموعة الأكثر تكافل تفوز على المجموعة الأقل تكافل وأقل تعاضد. وهون حضرتك وقعت بالمشكلة اللي حضرتك طرحتها. أنت أخذت الجزئية التعاضد وقت اللي إجا السبع عليهم، ففي مجموعة من 6 أشخاص تعاضدوا ليقضوا على هذا السبع، وحضرتك أوقفت المثال. وجود السبع بحياتهم يا سيدي الكريم يا أخ شمال هو عبارة عن لحظة، هو عبارة عن نصف ساعة دخل على الكهف ضبع فقتلوه. بال23 ساعة البقية بيرجعوا إلى طبعهم، مين أحسن من التاني، مين بده يأكل أكتر من التاني، مين بده يستولي على الأنثى الأجمل. فأنا ما بدي أدخل بجدل بيزنطي، بس عم أقول لك يا حضرتك. لا هو مو جدل بيزنطي، هذا جدل يعني كثير لا جدل كثير، بس هاي مو لحظة واحدة في حياة البشر. يعني لا أنا بستكمل فيها يجمل حياتهم. يعني حياتهم كانت مليئة بتحديات كبيرة وفي أعداء، يعني السبع واحد بيهم، يعني في أعداء هواية. يعني
أي مدينة كم مرة هي مهددة بعدو خارجي، عم نحكي تطبيقيا على الأرض مش نظريا، لأنه دائما الأفكار الشيوعية فيها نظرية جميلة جدا، بس نحن نحكي تطبيقيا على الأرض. هيدي المدينة كم مرة تقرع الطبول فيها فيهب الرجال متحدين بالكتف على الكتف لنصرة هذه المدينة. بنفس الوقت يعني يا ريت تتخيل بمخيلتك معي لما يشح سلعة معينة نقص السكر، بتشوف تدافع الأشخاص عم بياخدوا كميات السكر أكثر من حاجتهم لتخزينها بشكل كتير محايد. سيد شمال، أي منظر والله أقرب للواقع تبعك؟ يعني أنا صحيح أبو شخصيا عصمة، كنت أنت بدولة مؤخرا نعم وأعلن عليها حالة من الوضع الغير طبيعي، الوضع الاستثنائي، فأعتقد أنه السلع رح تنتهي. بلاقي جنبي رجل حاطط بالشريو تبع السوبر ماركت كمية مهولة من شو بيسموه الكزبرة. أنا هذا نعم المنظر بحد ذاته يساوي عمري الذي مضى. إنسان فرد رجل صمد حاطط حوالي 30-40 كيلو كزبرة بالترولي تبعه. بتعرف الكزبرة رح تستعمل بعرق أو عرقين في الطبخ، مش أكثر من هيك، وعادة نعم تفسد وترمى. فلما أخذ كمية الكزبرة كل اللي بالسوبر ماركت من باب إنه بده يشيل كل شيء قدامه ياخده. هيدي هي الطبيعة مع الأسف، الطبيعة البشرية. يعني ما أعرف إنه الجدل راح يطول كتير على هالنقطة هاي، بس نعم. أنا أتصور إنه يعني المجاميع اللي كانت تفتقر إلى التعاون وقوة يعني التعاضد والتكافل ما بين بعضهم، صعب عليهم جدًا إنه ممكن يتصوروا. وبعدين الإنسان هو كائن اجتماعي، أنت ما تقدر يكون عندك إنسان أوكي، ما يعيش ضمن مجموعة، ضمن group. الإنسان كائن اجتماعي، يعني خلّي مثلًا طفل يولد وخلّيه بالغابة، وفي نماذج يعني في أطفال يعني اتربوا بالغابة مع الحيوانات وهاي، بعدين اتعذّر عليهم حتى تعلُّم اللغة. الإنسان يتعلّم لغة من السنوات الأولى، وهذا كلّه موروث اجتماعي، يعني ما في نخبة معيّنة إنه هذا الشخص إجا مثلًا ابتكر، إنه مثلًا نقول إنه الشخص الفلاني كان فذ وعبقري وهاي، هو محصّلة لكل العلوم وكل التجارب الإنسانية السابقة. الشيء الجيد جدًا بالإنسان إنه ممكن إنه ينقل تجربته وينقل أفكاره وتصوراته للجيل اللي بعده، ممكن يسجل، ممكن إنه عن طريق اللغة يستمر بنقل أفكاره للشخص الآخر وجيل بعد جيل. وهذا هو الأساس لكل الابتكارات وكل الاختراعات اللي صارت. نعم. والاختراعات والابتكارات ما كانت تصير لأنه هذا الشخص كان يريد يصير غني مثلًا، فأنا أريد أشوف إنه وين الباتنت أو وين حق طيب. شو يقول حقوق الطباعة أو حق الملكية الفكرية للي الملكية اخترع الفكرية. النار، وحق الملكية الفكرية اللي اخترع العجلة، وحق الملكية الفكرية اللي اخترع الفلان والفلان. على كل حال علشان الحوار ما يطولش أكتر من كده، وإحنا الوقت عندنا مش عاوزين نطوّل عليك يعني أكتر من كده، لكن هنختم بمداخلة الأخ عقيل من فضلك. أخ عقيل أهلًا بيك. مساء الخير على حضرتك وعلى أستاذ شمال وعلى العزيز أبو عصمة. مساء النور. أهلا وسهلا، مساء النور عليك. أنا راح تكون مداخلتي تحديدا بشكل مباشر. يعني أستاذ شمال حضرتك بالسويد وأنا بالسويد وصار لي مدة طويلة. تعرف حضرتك أنه أنت المثال اللي قلته في بداية كلامك حول معاناة الأطفال نعم هو نقطة مو بصالحك، نقطة ضد الشيوعية، لأنه الشركات اللي حضرتك بدها تاخذ من عندها بواقي طعام مثل الإيكو هالين، كوب كونسيوم، فيليس هام، هذول كلهم الشركات هي شركات رأسمالية. وأساساً نعم مثلا شركة الكوب كونسيوم هنا عندنا بالسويد متهمة بالاحتكار نعم وهي رأسمالية صرفة، لكن على الرغم من ذلك في كل موقع، في كل سوق، في كل منفذ من منافذ الكوب كونسيوم دائما موجود أنه تدخل لأي طفل
أنت ممكن أن تاخذ فاكهة مجانًا، يعني دائمًا أكو سلة، كل ما تفرغ تنملي تقدر تاخذ موز لأي إمم. طفل إمم. بدون أن يدفع ثمنه. إمم. وعلى الرغم من ذلك هذه تعتبر من أكبر الشركات الاحتكارية واللي عليها كثير من المشاكل. إذًا الشركات هذه اللي هي تسمى رأسمالية، هي اللي تدعم حاليًا الجهود اللي تؤخذ تصور وكأنه الشيوعية أو الشيوعيين حاليًا الموجودين أو اليساريين عمومًا الموجودين بالسويد هم اللي يقدمون للناس، لكن حقيقة الأمر لو ما الأرباح اللي تحققها الشركات الرأسمالية ما كان نجحتوا بهذا الموضوع. هاي أول مسألة. المسألة الثانية، في أي مكان موجود لازم تكون المساواة والعدالة، وهذا مثل ما هذا نفس اختلاف سارتر كان معجب بالمذهب الشيوعي وحضرتك الأعلم بالموضوع، لكن ليش خرج عن النظرة هذه؟ لأنه احتكروا العدالة والمساواة من وجهة نظر وحدة. أنا العدالة والمساواة ما أقدر أسمي عدالة إنه مايكل فيليبس السباح العالمي أقدر مثل أنا اللي ما أعرف أسبح بطشت. ما ممكن إنه نعتبرها عدالة من هو دا ينتصر عليه. جهوده، وقته، حياته اللي قضاها بالتمرين ما ممكن انه اعتبرها عدم مساواه من ياخذ الارباح اللي ياخذها بالبطولات اللي ياخذها ويسوي الدعايات اللي ممكن ان تجيب له فلوس. فلذلك مبدا العداله والمساواه ما افهم سبب احتكار الشيوعيين لهذا الموضوع. وانا يسمحوا لي ان انا اختلفت، ومع كل الاحترام حضرتك استاذ أهلًا وسهلًا بك، أهلًا وسهلًا بك. أرُد تفضل شكرا أوكي. عقيل. أستاذ شميل. شكرًا أستاذ عقيل، وأني سعيد جدًا إنه خالفتني بالرأي، ما عندي أي مشكلة مع هاي. طبعًا أنا ما حكيت عن الموضوع اللي أنا حكيت عنه بكونه مأثرة وهاي، وإنه إحنا سوينا، يعني جبت سياق كلام إنه أحكي عن الفقر وإنه العوز، يعني ما ردت أبين إنه الشيوعيين هم اللي يوزعون. أصلًا هاي مو شغلة شيوعية بتاتًا، وأنا مو من ضمن الناس اللي أأيد إنه واحد يستمر بهالشي هذا. وأنه كون الشخص مثلًا يمد إيده على مود المساعدة وهاي ما أشوفها شيء جميل بحق أي بشر وأي إنسان، وأساسًا أنا ضد هالشيء هذا، ولكن في بشر وفي ناس محتاجين، وإحنا يعني وما طالما يريدون يتخلصون من هالأكل هذا ليش يتخلصون منه؟ وبدل ما إنه طبعًا بالمناسبة في الوقت الحالي إحنا عندنا جوع، عندنا فاقة ببعض الأوضاع، والناس يقولون عدد البشر زاد وهاي. إحنا 8 مليارات، إنتاج الإنسان للأغذية يكفي ل13 مليار، ولكن جزء كبير من هالأكل هذا اللي طبعًا حكى عنه أبو عصماء قبل شوية إنه التبذير هاي جزء منه هيك يروح. فهالأكل هذا وهالأغذية هاي كان ممكن إنه يتخلصون منه. إحنا ناخذه، وطبعًا شيء مو جيد، ولكن يعني بدنا نعمل شيء للناس اللي جوعانة، يعني شو نسوي؟ لازم نساعدهم، وهي هاي أنا أساسًا ما أعتبرها جزء من النشاطات الشيوعية لعلمًا. هو مش بينتقد. وطبعًا كون هو ما انتقدش التصرف ده، بالعكس هو ما لا انتقدش. باعرف. لا هو قال إنه هو يبين إنه كتصرُّف شيوعي، وهذا أنا أساسًا ما أشوفه تصرُّف شيوعي، وأنا ما أشوفه جزء من النشاط اللي أني ممكن أعتز به، مش بس حق جِبته يعني. كمثال إنه هيك نسوي. وهاي الشركات اللي حضرتك تحكي عنها كونها يعني ترمي الفتات من الفواضل، فهذا ما تعني إنه هالشركات هاي غير هاي. تعرف إن بتاريخ البشرية كانت هيك، السلاطين يروحوا يحتلوا بلدان ويجيبوا يعني جواري وعبيد بالآلاف وبعشرات الآلاف وهاي، ويعطون ها لك كذا مبلغ من الدينار وهاي. يعني مسائل موجودة، يعني حتى الشركات الرأسمالية تمارسها قبل أساسا السلاطين كانوا يسوون نفس الشيء. فهي مو مسألة كلش مهمة وهاي واحد يفتخر به بالرأسمالية. النقطة الأخرى اللي حكيت عنها طبعا مسألة إنه
والله نسيت شنو كان الموضوع الآخر، يعني كان ببالي قضية إنه أحكيها على موضوع العدالة والمساواة. وهاي شوف العدالة والمساواة ككلمات جميلة. الشيوعية تعني النضال لأجل هدم ونقض أساس اللامساواة واللا عدالة، مو الاتيان بالمساواة والعدالة. الشيوعية تعني النضال ضد العمل المأجور. أنا قلت ببداية كلامي طالما أنت عندك مجموعة من البشر يعملون بأجور عند مجموعة من البشر الآخرين ما ممكن يكون في مساواة. كيف ما حاولت، كيف ما سويت عدالة اجتماعية، وهذا هو اللي فشل به الثورة الروسية. الثورة الروسية انتصروا، يعني الثورة البروليتارية والثورة العمالية في روسيا انتصرت ونجحت انه يستولون على السلطة السياسية، بس ما قدروا انه يغيرون الاقتصاد بحيث يلغون العمل المأجور، انه ما في شخص يشتغل عند شخص بأجر. كانوا يشتغلون بأجور عند الدولة بدل ما يشتغلوا عند رأس مالي، وهذا ما في فرق، يعني هو بفرق بس بالشكل. طالما عندك جهة معينة تدفع أجور، فهي دولة كانت أو شخص رأس مالي أو شركة رأسمالية، ما يفرق بالموضوع شيء. الإنسان أجدر أو أثمن من أنه يشتغل بالأجر، والعمل هو جزء من نشاطنا وجزء من هويتنا كبشر، جزء من كينونتنا كبشر. الإنسان بدون عمل ما ممكن كان ينوجد كإنسان. وإذا اليوم ما يتبدل العمل من وظيفة إجبارية، من نشاط إجباري يتوجب عليك عمله لكي تحتفظ بحياتك وتحتفظ يعني تعيش، تنجو من الموت، يوم ما يتبدل هذا إلى نشاط هادف إنساني يخليك مرتاح وتمارس الشيء اللي ترغب به والابتكار اللي أنت تعمله، هو هذا ذاك اليوم اللي يتحرر به الإنسان ويكون للمساواة والعدالة معنا. غير هذا النضال راح يستمر لذاك اليوم. أو هاي هي الشيوعية بالنسبة لي. أستاذ جمال، شكرا جزيلا لك على تشريفنا وهذا اللقاء. الشكر لكم، الشرف إلي، وأنا استمتعت جدا بالحوار، ويا ريت ما طولت بإجاباتي وما يعني شكرا ما أزعجت حدا بإجاباتي، يعني صريح، يعني بحاول أكون صريح ما يمكن. نعم، كانت هذه مقابلة جميلة جدا، وكنت رائعا عزيزي شمال، يعني نتطلع إلى الحلقة القادمة. نتمنى أن تكون في الأسبوع المقبل في نفس الموعد، يعني سوف نتفق تحت الهواء. شكرا أوكي. لك. شكرا جزيلا لكم. شكرا أبو عصماء. شكرا الأخ عقيل. نعم، الأخ عقيل، وشكرا لك. شكرا لكل المستمعين اللي يسمعونا عن طريق التيك توك، واللي أنا ما أشوفهم. خصوصا جبارة اسمعنا من خلال قناتك. اوكي، شكرا. تحياتي للكل وللجميع، وسعيد. من خلال قناتي انا، مش من خلال قناتك. بيتفرج ليه من خلال قناتك؟ هو انا الاقدم. كل الطرق تؤدي الى روما. نتشكرك مره ثانيه على تشريفك لقناتنا، عن جد اضافه جميله جدا. انت انسان راقي، خطيب مفوه ومثقف، واعذرنا شوي اذا استفزيناك بالاسئله. لا بالعكس، اهلا وسهلا بك ابو عصام. انت بتعرف على الخمره الجيده بتيجي من وراء العصر العنب، فاعذرنا على العصر العنب لناخذ الخمره الجيده. اعذرنا اذا تطولنا شوي، بس هذا لك منا كل المحبه والاحترام، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا جمال. الى اللقاء. شكرا لكم ايضا ايها الساده المشاهدين، والى اللقاء في بث مباشر اخر. اتمنى ان نكون مع الاستاذ شمال الاربعاء المقبل في نفس الموعد، نتمنى ذلك، سوف نخبركم. شكرا جزيلا، الى اللقاء.